لأول مرة وفود أجنبية بزيارة إلى مناطق الإدارة الذاتية. قام وفد رفيع المستوى من مسؤولين أمريكيين وفرنسيين وبريطانيين بزيارة مناطق الإدارة الذاتية، وأجروا لقاءات ثنائية مع رؤساء كانتونات الإدارة ومع مسؤولي الإدارة الذاتية، إضافة إلى إجراء لقاءات مع القيادات العسكرية في المنطقة. ومثل الوفد الأمريكي بريت ماكورك ممثل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في التحالف الدولي. وتأتي الزيارة في ظل المحاولات التركية لإبعاد الكرد عن مؤتمر جنيف وإقصائهم من حضورهم المحافل الدولية والمفاوضات والمباحثات التي تجري لحل الأزمة السورية، ومن ضمنها إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا. حيث قام الوفد بزيارة مدينة كوباني ومناطق الإدارة الذاتية، وأجرى الوفد لقاءات ثنائية مع قيادات وحدات حماية الشعب للوقوف على آخر الأوضاع وتمتين العلاقات بين الجانبين. كما أجرى الوفد لقاءات مع قيادات قوات سوريا الديمقراطية ومع مسؤولي الإدارة الذاتية. ولم يتوقف الوفد عند حدود اللقاءات فقط، بل قاموا بزيارة مقبرة الشهداء وجرحى مقاتلي وحدات حماية الشعب، حيث يرى سياسيون كرد أن زيارة الوفد المشترك لها أكثر من سبب ودلالة، لكن الأهم يبدو أنه التنسيق معا وقيادة العمليات ضد تنظيم الدولة، وكذلك تطمين الإدارة الذاتية بأنه لا يمكن تهميشهم وتهميش القوات العسكرية في أي حلول سياسية قادمة في سوريا. وأيضا ربما كنوع من الاعتذار والتعويض عن تغيب قوى سوريا الديمقراطية في الجلسات الأولى من مفاوضات جنيف.